أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والحمد حقه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أخوتي جميعا ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله صيامكم ووفقكم لعبادته وحسن مناجاته إنه سميع مجيب. وبعد، بادئ ذي بدء أنه ارتأيت اليوم الرد على رسالة وثاني اثنين إذ هما في الغار، وابتديت بهذا لأنه أكثر من إيميل، أو وإن كنت أنا لا أنوي الرد على الإيميلات في التلفاز لأسباب ذكرتها بالأمس، إلا أنه الأخ أيضا اتصل بي بالأمس أنه يريد أن عن هذه الآية وثاني اثنين. وأيضا سبب تأخري للأخوة أن يعذروني بأنه 4 أو 5 أيام يؤكدون لي على هذه الآية ويريدون معناها بالمعنى بالجو العام لهذه الآية، ولم أرد عليهم ليعذروني، وذلك بسبب أنني ما وصلت إلى دليل قاطع بأن أبا بكر كان مع النبي صلى الله عليه وآله في الغار، وأنا إلى هذه اللحظة متردد، ولم أصل إلى قرار بأنه هل هو كان مع النبي أم لا صلى الله عليه وآله. لهذا السبب تأخرت في الجواب، وإلى الآن أنا ما وصلت إلى نتيجة، يعني أحتاج إلى بحث أكثر وتحقيق، لأن هنالك تضارب بالروايات حول أنه كان مع النبي صلى الله عليه وآله وهذا يعني مو موضوعنا. لكن على أقل التقادير إلى الأخوة الذين يسألون ويركزون على هذه المسألة، على أقل التقادير، ولنفترض أنه كان مع النبي صلى الله عليه وآله، فإن إخبار العدد وثاني اثنين ليست بفضيلة. يعني قول القائل مثلا أنه يعني ممكن يجتمع المؤمن والكافر، ممكن أن يجتمع، يعني هو إخبار عن العدد. يعني إذا قلنا أن مؤمنا وكافرا 2، أو أن مؤمنا ومؤمنا 2، يعني هو إخبار عن العدد، وهذه ليست بفضيلة. الأمر الآخر الذي يستشهد به على فضيلة الخليفة الأول أنه كان مع النبي صلى الله عليه وآله بأنه صاحب، والصاحب عادة والصحبة ليست فضيلة، فإن المؤمن والكافر ممكن أن يكونوا أصحاب. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك، إلى آخر الآية. هذا أيضا وحتى عند العرب كانوا يسمون الحمار صاحبا، إن الحمار مع الحمار مطية فإذا خلوت به فبئس الصاحب. فالصحبة ليست بفضيلة كما ذكرت لكم. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. صاحبه وهو يحاوره وهو كافر على كل، فهي ليست بفضيلة على وجوده. قولك قال النبي صلى الله عليه وآله لا تحزن، هي صيغة نهي تنزل بمنزلة لا تفعل، فنحن ندور بين أمرين. الأمر الأول: إذا كانت هي طاعة، النبي لا ينهى عن الطاعة إلا أن تكون معصية، والنبي صلى الله عليه وآله نهى عنها. فالأفضل إلى القوم أن لا يذكروا هذه بأنها من فضائل الخليفة الأول، لأنه واقعا ليست بفضيلة. الأمر الآخر عند قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، المقصود به النبي صلى الله عليه، المقصود به لو كان هو فأنزل الله سكينته. لا تحزن إن الله معنا، العرب يتكلمون بلفظ الجمع: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
وعشرات عشرات الآيات موجودة عندي، لكن لا أريد أن أركز بحثي في هذا. عشرات الآيات تؤكد على أن العرب يتكلمون بلفظ الجمع، والآيات تكلمت بلفظ الجمع. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم هو واحد، أظن أنه نعيم بن مسعود الأشجعي أو غيره، ما أتذكر التفسير. فهذه أيضا فأيده بجنود لم تروها، إذا كان هو الخليفة الأول كما يعبر القوم هو المؤيد بالجنود، هذا هو صاحب السكينة، فأنزل الله سكينته عليه، معناه هو المؤيد بالجنود، ومعناه أن النبي يخرج عن النبوة، لأن بالاتفاق أن النبي صلى الله عليه وآله هو المؤيد بجنود لم تروها، هو النبي صلى الله عليه وآله. إذا قلنا بأن صاحب السكينة هو أبا بكر، معنى ذلك أنه هو المؤيد بالجنود، وبذلك يخرج النبي عن النبوة، لأن أيده بجنود لم تروها بحق النبي بالاتفاق أن النبي هو المؤيد بالجنود، وأيده بجنود لم تروها هو النبي صلى الله عليه وآله. فكل ذلك لا تعد فضيلة إلى أبي بكر في هذا المعنى. طبعا والتفصيلات طويلة، هنالك من ذهب أنه لم يكن موجودا في الغار، وهنالك من رد عليه وأيضا من الإمامية وقال لا، كان موجود لكن لا تعد له فضيلة. وعلى كل الروايات متضاربة، وهنالك نقاش في هذه المسألة طويل عريض، وأنا ما وصلت إلى نتيجة يعني في البحث وفي التحقيقات. لم أصل إلى أن، ولم تستقر نفسي، يعني طمأنينة في نفسي، ما حصلت لي طمأنينة بأن أبا بكر هل كان موجود في الغار أم لا. وعلى كل أنا أجبت من باب الافتراض أنه سلمنا أنه كان موجود، فهذه لا تعد له فضيلة.